قالت العرب قديما: الاعتراف بالخطأ فضيلة. كارثة كبرى من بعض الأزواج، ولا أتكلم عن الطرفين. ساعات هذا الإنسان يكون مفصول أو فاصل نفسه عن الواقع اللي يحياه، وعايش في العالم الافتراضي بالموضة بالموديلات. إن إنسان يبي يتشبب أو هي تبي تتصابى وتعيش في عالم الافتراضي، تعيش من أجل أن يراها الآخر بلباسها، بكلامها، بطريقتها، بكشختها، بطريقة كلامها، وحتى يعني ما يفكر بالحياة الزوجية هي تكامل ومشاركة بالمشاعر وبالعاطفة وفي مسؤوليات البيت والأسرة والأولاد. فالإنسان يكون مفصول عن واقعه، وإذا صارت أي أزمة أو أي اهتزاز بالعلاقة الأسرية أو داخل هذا البيت أو أي شرخ، كل واحد فيهم يلقي اللائمة على الآخر ويريد أن يعني يكذب على نفسه ويصور لنفسه أنه هو على حق والآخر على باطل، بل أكثر من ذلك ربما يختلق أشياء مو موجودة بالطرف الثاني ويلصقها فيه، وهنا كارثة كبرى. احنا مشكلتنا من دخل هذا الموبايل، من صارت هذه التطبيقات الجديدة وهذا العالم الافتراضي والمحتويات أيضا أو المحتوى الهابط، وأيضا العقل تشتت في قضية اليوم، يقفز من موضوع لموضوع دين وسياسة وفكر وسيارات وطبخ، كل هذه الأشياء والمعارف، إن صح التعبير كلمة معارف، ولكن هذه المعلومات اللي يتلقاها العقل بالثانية واحدة تخلي الإنسان غير متزن. لأن كثرتها، أنت في اليوم تدش كم تطبيق، أنت في اليوم كم شيء تشوفه، متابعات الأسرة، متابعات فلان، متابعات نجوم، متابعات كرة قدم، كل هذه الأشياء تخلي الإنسان مرتبك، عقله غير ثابت، فلذلك وينسى الأمور، عايش في عالم افتراضي بعالم آخر وهو منفصل واقعيا، يعيش مع الإنسان فقط في الجسد، وهذه مشكلة ومعضلة كبرى في الأسر. طبعا أنا بالبعض جاني تعليقات يقول أنت تتكلم كلام مثالي أو تقول شغلات أو شو الحل، شنو تبينا نسوي؟ لا، أنا على فكرة بالنسبة للمحتوى ما يقدم بالفيديو دائما أقول الشخص اللي يشاهدك مو شرط أنا ألقنك أقول لك شو تقول، لا، بس أطرح لك الأسئلة، لأن كلنا فينا هالأمور، حتى أنا، أنت، هو، هي، كلنا فينا هذه الأمور. فالإنسان الذكي يستفيد من هذه التجارب والأخطاء، واحنا نسلط الضوء عليها عشان الانسان بروحه يجيب لنفسه، لان ما اقدر انا هذه المشكله اللي انا اشوفها اللي هي تقريبا ظاهره اعممها على الكل، ولكن ربما تكون نسبه وتناسب عندي وعندك وعندها وعنده وعند ذاك وعند هذه. فاحنا خلونا ننتبه من هذه الاخطاء، لان فعلا تهدد اسرنا وبيوتنا، وفي المستقبل عندنا بنات، عندنا اولاد ربما يقعون بهذه المشكله بهذا العالم المنفلت. فاللي يعيش في عالم افتراضي ودائما يلقي اللائمه على الاخر، هذا انسان عنده رده فعل مش طبيعيه. فلذلك خلونا نهدى ونراجع انفسنا ونشوف بيوتنا ونشوف واجباتنا وحقوقنا، فلا تلقي اللائمه على الاخر. الاعتراف بالحق فضيله، فخليك انسان فعلا راجع نفسك، يقول انا عندي اخطاء، انا حتى بتواصلي مع الاخر عندي اخطاء. هل الامور نعالجها في مجتمعاتنا؟ مجتمعاتنا العربيه باتت مفككه، المجتمعات الاسلاميه صارت ضائعه وتائهه بعالم الموضه والعالم الافتراضي اللي سرق منا الفرحه والحب والجمال والاحترام، وسرق وهدم اسرنا، وواقعنا مع الاسف بائس. وعندنا في ملفات المحاكم لما نشوف قانون الاحوال الشخصيه، ما اقول قانون الاحوال الشخصيه، بملفات الاحوال الشخصيه، ملفات الاسره والمشاكل اللي عندنا ترى اغلبها من سبب الاغترار. الانسان يغتر بالعالم الافتراضي ويتصور ساعات من كثر القصص اللي يقعها بالطلاق والبيت وكذا، كلها لان الانسان ما عنده خبره في الحياه وصار شغله شاغل هذا العالم الافتراضي المنفلت.